ازيكم ملكات عاملين ايه؟ انا النهارده جايه لكم بفيديو جديد، وفيديو النهارده عن التحديث الجديد. بس قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدا. طبعا يا ملكاتي زي ما انتوا شايفين الصوره اللي بره اتغيرت وشكلها الصراحه تحفه. خلونا بقى ندخل جوه ونستكشف مع بعض الاسرار وكمان تحديث الاسطبل. بصوا يا ملكاتي شكل الاسطبل من جوه شكله يجنن. اوكي بصوا بقى انا لقيت الطواقي التحفة دي. بصوا بقى لقيت الطاقية دي فخليني اجربها. اوكي شكلها خطير قوي. وفي كمان جنبيها الطاقية دي بلون مختلف. بصوا شكلها تحفة ازاي. وبصوا كمان برضو يا ملكاتي لقيت الشوز ده. اوكي خليني بقى اجربه. واو بصوا شكله تحفة ازاي. وكمان لقيت هنا الحصان ده. بصوا شكله كيوت ازاي. اوكي خليني بقى اجرب اقعد عليه. بصوا كده يا ملكاتي انا اول ما اتكيت على الحصان لقيت كده الوضعيات دي في كده زي وضعيات البشر. وكمان احسن حاجة لما الحصان بيجي يعمل وضعية واحنا كمان بنعملها معاه. تحفة قوي. اوكي خليني بقى احطه في الاسطبل. بصوا بقى لما انا حطيته في الاسطبل برضو في 3 وضعيات حلوين قوي. اوكي. وبصوا بقى كمان يا ملكاتي في اسطبل تاني. مش عارفة بقى هل في حصان تاني ولا لا، بس خلينا نستكشف مع بعض. اوكي يا جماعة لقيت حصان تاني هنا. الحصان ده بقى لونه بني وحلو قوي. تمام. اوكي خلينا بقى نستكشف الباقي. بصوا بقى هنا في اكل كمان للاحصنة حلو قوي. وده برضو في جردل بقى علشان نملي مية ونشرب الحصان. ودي بقى لقيت العلبة دي اللي فيها الحاجات بقى عشان ننضف الحصان. اوكي برضو ليها 3 وضعيات حلوين قوي. وكمان لقيت المشط الكيوت ده. مشط كده صغنون وحلو. حبيت التحديث ده قوي. بصوا بقى يا ملكاتي لقيت برضو الجوانتي الجميل ده. اوكي خلينا نلبسه لونه اسود كده وحلو. وكمان لاقي مع الشوز. اوكي ولقيت كمان الخوذة دي لبستها لايقة معاهم هما الاتنين. اوكي بصوا برضو لقيت المقشة دي. وكده لقيت برضو شوية ادوات تنظيف بقى علشان ننضف يعني المكان وكده. بصوا بقى يا ملكاتي لقيت ايه كمان هنا. لقيت هدوم للحصان. اوكي بصوا لبست له كده الازرق ده شكله حلو قوي. هجرب دلوقتي عليه البني ونشوف انهي احلى. اوكي انا حاسه ان الازرق احلى، انتوا ايه رايكم؟ لبست بقى الطقم الازرق ده علشان لقيته حلو. فهنمشي بقى معاه كده شويه. بصوا هنا برضو مكان حلو كده للقعده. شوفوا بقى انا لقيت ايه هنا. لقيت البيت ده اللي مصنوع من الخشب. بصوا كده في قش وكمان ممكن نشوف هنا في ايه. اوكي في صور بصوا للحصان شكلها تحفة. كمان في كرسي. بصوا الارض عليها ايه. عليها كده الاقدام بتاعة الحصان. دلوقتي بقى يا ملكاتي احنا هنستكشف الاسرار مع بعض. ويلا بينا نبدأ. انا دلوقتي هبدأ باول سر. طبعا أنا دلوقتي فتحت البتاع ده وهشيل بقى القش ده. اوكي بصوا طلع لي ايه. طلع لي بقى البتاعة الحلوة دي. اوكي بصوا شكل حصان. وبصوا كمان لما انا برضو بمسك القش فيه كده وضعيات ان احنا نرميه. حلو قوي. جيت بقى المكان ده اللي فيه الاحصنة يعني. وبصوا يا جماعة سحبت بقى البتاعة دي وطلع لي الطاقية الجميلة دي. بصوا شكلها تحفة ازاي. اوكي خليني بقى احطها في مكان علشان تطلع لي هدية. اوكي احطها بقى كده هنا. اوكي يا ملكاتي وكده طلع لنا هدية حلوة. يلا خلينا بقى نفتحها مع بعض، بحب الهدايا. بص بقى يا ملكتي طلع لي ايه. طلع لي الشوز التحفة ده. ومش بس كده لا كمان طلع لي الطقم الجميل ده للحصان بقى. بصوا يا جماعة لايق مع الشوز جدا. جبت بقى الحصان ده وهلبسه بقى الملابس بتاعته يعني وكده. بصوا شكله تحفة ازاي. بقى يا ملكاتي انا دلوقتي هشيل كده القش. اوكي استنوا.
اوكي بصوا بقى طلع لي ايه، طلع لي الابره دي. فانتوا بقى هتلاحظوا ان احنا اول ما نيجي نلمس القش هيطلع لي بقى شويه حاجات احنا نعملها بيه. بصوا طلع لي بقى القص ده بتاع الزرع، وكمان طلع لي ده علشان بقى نحطه كده في المزرعة ويخوف الطيور. وبصوا كمان لقيت السلة دي ممكن بقى نحط فيها فواكه وحاجات حلوة. وكمان هنشوف بقى بقية الحاجات. بصوا بقى السرير ده سرير البيبي. اوكي استنوا خلينا بقى نشيل برضو الحاجات اللي هنا علشان نعمل بيها حاجات. اوكي بصوا بقى هنعمل دلوقتي طاقية. بصوا الطاقية شكلها حلو ازاي. دلوقتي بقى هعمل طاقية تانية. اوكي الطاقية دي صغنونة شكلها طاقية للبيبي. جبت بقى البيبي الكيوت دي علشان نجرب عليها الطاقية. واو بصوا الطاقية حلوة ازاي قوي عليها. اوكي خليني بقى اجرب اقعدها على البتاع ده التاني اللي احنا هنشيلها عليه. اوكي بصوا شكله ازاي تحفة. حبيت قوي التحديث بتاع الاسطبل ده، وكمان احسن حاجة ان الاحصنة مجانية. دلوقتي بقى خلينا نشوف الباقات المجانية والباقات اللي بفلوس. طبعا بقى في الباقات المدفوعة في شكل الكلب ده علشان يقدروا يعملوه، كمان في الأحصنة بقى هم يعملوها ويصمموه بنفسهم. اوكي تعالوا بقى نشوف الهدايا. اوكي بصوا اللبس ده. اوكي خليني بقى اجيبه. انا دلوقتي جبته وكمان هجربه كده على الحصان. اوكي بصوا شكله ولونه حلوين ازاي. بصوا الوردة بقى دي اللي في النص شكلها حلو قوي. وبس كده يا ملكات، ده كان فيديو النهاردة، ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة علشان نوصل 2000 مشترك. ويلا سلام.